في فيديو قبل كده اتكلمنا شويه عن البترول، وان البترول كان اصله كائنات حيه عايشه من ملايين السنين، ماتت واتدفنت وحصل لها شويه تغيرات كده لحد ما بقت في الاخر بترول. لو ما شفتش الفيديو ده تقدر تشوفه من هنا. النهارده ان شاء الله هنكمل الفيديو ده وهنوضح موضوع مهم جدا وياما سمعنا عنه كلام، هو البترول هيخلص ولا لا؟ ولو هيخلص امتى بس علشان نبقى عاملين حسابنا. يلا بينا. زي ما قلنا ان البترول في الاصل كائنات حيه، يعني طول ما في كائنات حيه على الارض طول ما البترول هيتكون، لكن الفكره كلها في المعدل. البترول بيتكون في الارض بمعدل بطيء جدا لا يقارن بمعدل استهلاك الانسان للبترول. زي ما بالظبط في سنه ما قررت اديلك كل يوم 100 جنيه، وفي بدايه السنه الثانيه لسه بديلك ال 100 جنيه، لكن في المقابل انت بدات تصرف 1000 جنيه من اللي معاك. في بدايه السنه الثانيه معاك مخزون كفايه من السنه الاولى ان هو يغطي مصاريفك، لكن هتوصل لمرحله معينه لسه بديلك ال 100 جنيه لكن المخزون اللي معاك خلص، فبالتالي مش قادر تغطي مصاريفك اللي هي ال 1000 جنيه. تكون البترول في الارض مشابه تماما للقصه ديت، ان البترول بيتكون في الارض باستمرار ولكن بمعدل بطيء جدا جدا لا يقارن بمعدل استهلاك الانسان للبترول، ولكن عشان البترول اتكون من ملايين السنين فتكون مخزون هائل الانسان بيستخرج منه لحد دلوقتي، لكن في مرحله معينه المخزون دوت هيخلص وبالتالي هيحصل نقص في البترول، لان المعدل استهلاك الانسان عالي، لكن على المدى البعيد فالبترول متكون وهيتكون باستمرار. طبعا على المدى القريب شركه بيبي اعلنت في 2015 في احصائيه ان احتياطي النفط العالمي كان 1.7 تريليون برميل تقريبا، في حين ان معدل الاستهلاك العالمي تقريبا 95 مليون برميل يوميا. يعني بحسبه بسيطه اقدر اعرف ان مخزون الاحتياطي العالمي او البترول المكتشف حاليا هيكفينا 55 سنه. بالنسبه لمصر في نفس الاحصائيه حصه مصر من احتياطي النفط العالمي تقريبا 2%، ودي تعتبر الى حد كبير قليله بالنسبه لدوله زي السعوديه اللي حصتها من احتياطي النفط العالمي تقريبا 15.5%، او العراق اللي 9%. في الديسكربشن تحت هحط لكم لينك الاحصائيه ديت عشان لو حد عايز ياخد فكره. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. في النهايه انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا، ان احتياط النفط العالمي ده بالرغم اننا بنستخرج منه حاليا الا انه بيزيد مش بيقل. ازاي الكلام ده؟ احتياط النفط العالمي ده يا جماعه مش كل البترول اللي موجود في الارض، لا ده شويه بس اللي انا اكتشفت انهم موجودين في الارض. مش كده وبس، كمان التكنولوجيا اللي معايا في الوقت الحالي مش بتمكنني ان انا استخرج كل البترول اللي انا اكتشفته، لا بيبقى فيه صعوبات، فيا دوب بقدر استخرج جزء بسيط والباقي ما بعرفش استخرجه. علشان كده احتياط النفط العالمي ده بيزيد، لان لما التكنولوجيا بتتقدم بتمكنني ان انا استخرج اكتر من اللي انا ما كنتش قادر استخرجه بالتكنولوجيا اللي قبل كده، وكمان بتمكنني ان انا اكتشف حقول بترول اكتر. فاحتياط النفط العالمي بيزيد، وان شاء الله البترول قاعد معانا شويه حلوين. في الديسكربشن تحت هحط لك لينك لاحصائيات البي بي لسنه 2015 و16 و17، قلب فيهم مع نفسك كده وشوف الزياده في احتياط النفط العالمي ده، هتلاقيهم حبه حلوين يعني مش اي كلام. كمان هتلاقي ان بالرغم من اللي بنسمعه عن مصادر الطاقه المتجدده وخلاص البترول ما عادش حد بيستخدمه قد كده، يظل البترول والغاز الطبيعي مكتسحين مصادر الطاقه وبفرق شاسع عن كل مصادر الطاقه المتجدده. فاللي نقدر نقوله ربنا يطول في عمر البترول كمان وكمان. فيديو النهارده كان سريع كده، ما رضيتش اطول عليكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جايه. من الحق صحيح لو شايف ان الناس ممكن تستفاد من الفيديو ده يا ريت تشاركوا معاهم، وخد لك لفه كده في الفيديوهات القديمه عندنا، ان شاء الله تلاقي حاجه تعجبك. مش كل شويه بقعد اقول لك اعمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، المفروض انت تكون عرفت الكلام ده من نفسك وتنزل تعمل سبسكرايب لو انت جديد للقناه.